دلوقتي اختي متجوزه، وبعدين جت غضبانه من يومين ومعاها الدهب بتاعها. طيب. وبعدين اكتشفنا بالادله وبالتقارير ان جوزها مريض وانه لا يستطيع العلاقه. بعدين خلاص ابويا مصمم ان هو يطلقها. لا لها كم سنة على هذا الموضوع؟ نعم. لها كم سنة؟ بقالها شهور يا شيخنا. لا يعني متزوجة بقالها كم مدة كم؟ بقالها دلوقتي مثلا 6 شهور 7 شهور. أي يعني بداية البناء إلى الآن لم يقربها زوجها؟ ضعيف ابدا. أبدا. وبعدين ابويا دلوقتي خلاص عاوز يطلق. طيب. وبعدين بقول له هي معاها الذهب، فقال لا احنا مش هنعترف ان هي معاها الذهب. قلت له كده حرام. قال لا هو غشنا وضحك عليا وضحك علينا ودلس وفي غش ولازم يتأدب على الغش ده. طيب استنى بس، انتظر يعني انتظر يعني الآن هو دخل بأختك ولا دخل؟ لا هو دخل لكن دخول غير طبيعي يعني. ايوه مفهوم ما تفسرش يعني حصل زفة زي ما الناس بيقولوا. اي نعم. دخل عليها و7 أشهر لم يقربها. اي نعم. لم يقربها لمرض فيه وغشكم. بالدليل. ايوه بالدليل وغشكم. نعم. وغشكم. إذن الآن يفترض إذا سلمنا بقولك ترفع قضية طلاق للضرر. نعم. أليس كذلك؟ ومن حقها أن تطلق للضرر. أيوة أنا عارف. فإذا استني بس استني يا حبيبي. هذا الذهب أنت عجلتك هي التي تضيع حقك. الآن قلنا يا حبيبي أن من حقها أن تطلق للضرر. تمام. صورة الضرر أنتم متأكدون منها ومعكم أوراق تثبتها. نعم. فإذا طلقت للضرر لها كل مستحقاتها كمطلقة. نعم. من مستحقاتها كمطلقة المؤخر كاملا، الذهب كاملا، قائمة العفش كاملة، غاية ما يمكن أن يتنازل عنه المتعة. لا هو عنده استعداد يدفع كل ده يا شيخنا دلوقتي. طيب ما خلاص انت زعلان من ابوك ليه؟ انت تضيع حق البنت ليه؟ لا انت عاوز تاخد الدهب مرتين. مرتين. ايوه هو جاي معاه الدهب. هذا الدهب احنا سايبينه هناك، احنا ما اخدناهوش. فانا بقول له ظلم. انا نسال قال لا ما هو فين حقنا اللي هو دبس علينا اللي هو غشنا. طيب مش انتوا هتاخذوا قائمة العفش؟ ناخد كل شيء. هو الولد هيعطينا كل شيء. حتى متعة حتى مؤخر كل شيء يا شيخ. خلاص يبقى الولد ما لهوش ذنب. يكلم ابوك بقى الرجل ده يكلم والدك. والغش اللي حصل يا شيخنا والولد عارف العله اللي فيه من قبل ما يتجوز. ما هو بيته تخرب الامر ايضا. ما هو الصداق كله يرجع لكم. ايوه يا شيخنا بس هو يعني اختك اخذت الشبكه اللي هي صداق، واخذت العفش الذي هو اتى به، وستأخذ المؤخر، وستأخذ المتعة. كفاية كده خلاص. لا مش كده. مش هو ده. احنا مش عاوزين اصلا الحمد لله والله غنينا. لكن احنا بنتكلم يعني هو غشنا. هو عارف ازاي يعمل فينا كده. غشكم. ما ده تأديب له يعني. تأديب له غاية ما لكن انصح ابويا ان هو يعترف بالذهب. هو في محكمة ولا في ايه؟ لا قاعدة عرفية. قاعدة عرفية. خلاص خلي اللجنة العرفية تحكم بقى. يعني لو حكمت ان الذهب مرتين عادي؟ لو حكمت انه غشكم وعاقبته بجزاء الغش لكم ذلك. الحمد لله. جزاكم الله خير. وياكم. بس يعني نصيحتي باخذ الولد كريم ويعني ابتلي وستر على نفسه، لكن يلا. الله المستعان. جزاكم الله خير. وياكم.